بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نعملو واحد الشيء فحال البريوش كيقولوا له هنايا القشطه. ماشي، عندنا نص كيلو الطحين، عندنا 150 غرام زبده، عندنا 2 معالق السكر، عندنا معلقه الحليب غورة، وعندنا 3 بيضات، وعندنا الخميره عملناها في الحليب باش تحيا. الخطوه الاولانيه غادي نشبرو ان شاء الله يا ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. غنعملو هيدا الطحين مغربل وكلشي. هنايا السكر عندي فيه الملح، وعندي فيه هنايا 3 معالق 2 معالق سكر ومعلقه صغيره د الملح. هنايا هاد الحليب غورة وغنبسطو هادشي مع بعضياتو مع الزبده. ممكن بسم الله. والزبده خصها تكون بحراره المطبخ، حراره ديال الكوزينه يعني. غنبسطوها مزيان هكذا ومن بعد نعجنوها. ديال الزبده شي شويه عندي برده كنت في الثلاجه طلعتها غير هاد الصباح. نبسطوها ونرجع بحال الرمله. هايدا مرمله. هادي صغيره كلشي كيمشي في بعد ما كنرجع هيدا ملي كنرملوها هيدا كنعملو لها نسمي البيضات. المهم هي صراحه انا البيضات ونعملو هذا الحليب والخميره. هنا عندي كاس الخميره، كاس الحليب دافي، معاه شنو نسمي، ومعاه محتاجه شويه الطحين كيتحر. شويه الطحين باش نعطيهم اش باش نقول لكم. هادشي هذا ديما كيوقع. هي لازم تبقى خفيفه شويه باش كتجي مزيانه، كتجي خفيفه ما كتجيش. المهم انا غنجمعها ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. خليها ترتاح، انا جنا مزيان، خاصها هي محتاجه الخدمه تعجن مزيان، ومن بعد غنخليها ترتاح ومن بعد نرجع نوريكم شنو غنعملو فيها. ومن بعد حنا جينا غادي نعملو ايه، غادي كنشبروهم. هيدا كنعملو لها هيدا
تيدها التمر من جوه من داخل. انا عملتهم قبل يعني هادي نفس الموضوع، نعملو لهم كاملين هكذا. الموس خص الموس يكون ماضي. ومن بعد كنجيبو فرشة وكندهنوهم بحليب وبيضات هكذا، كندهنوهم كاملين ونخليوهم يخمروا. كندهنوهم كاملين خليهم يخمروا حتى يخمروا، وديك الساعة ان شاء الله نطيبوهم ندخلوهم الفران على 180، ندخلوهم الفران على 180 او 200 على حسب. انا الفران عندي تكون كنعمل 180 ويطيبوا ان شاء الله، ونخرجوهم ونوريهم لكم، ونطلبوا الله يكونوا مزيانين. هادشي اللي كاين ويخرجوا مزيانين. يلا دابا بعد ما خرجناهم من الفران هما هادو جاو رطيبين، يعني الزبده كميه فيهم الزبده مزيونه فجاو رطيبين. طلبوا الله يعجبكم وتجربوهم وتشاركوا الفيديو ونكونوا خفاف على قلبكم، ما يكونش ثقال، ونطلبوا الله يعجبكم وتجربوهم. هادشي اللي كاين، نطلبوا قبلوا علينا لان احنا مبتدئين، ويعني نطلبوا الله يكون شي حاجه احسن من هيدا ان شاء الله.